السلام عليكم ومرحبا بكم يا احلى متابعين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم هذه البسبوسه اللي كتجي صراحه رائعه وسهله واقتصاديه وبنينه بنينه. ملي نقول لكم بنينه راه بنينه، جربوها على ضمانتي. وبحال اللي قلت لكم اقتصاديه، ما تقولوش كدي المقادير بزاف وكتشوف الكميه اللي خرجت لي انا. بالنسبه المقادير عندنا هنايا كاس الا ربع ديال السكر، والصراحه اللي كتعجبو الحلاوه يعمل كاس الا ربع، واللي كيعجبو ما تعجبوش الحلاوه بزاف نقصوا عملوا تقريبا نص كاس هكاك فايت واحد شويه. كاس الا ربع ديال الزيت، جوج كيسان ديال السميده، وكنبقاو نزيدو السميده على حسب الخليط. واحد الياغورت ديال الفاني، ليمونه غادي نحكوها، واحد الساشيه ديال الفاني، وجوج خمارات، وربعه الحبات ديال البيض. انا نبدا نخلط المقادير في نفس الوقت نزيد ناكد عليكم المقادير باش تسجلوهم مزيان، وغادي نخليهم لكم في صندوق الوصف كذلك. اول حاجه كنبداو كنبداو دائما الكيكه ديالنا، 4 ديال الحبات ديال البيض غادي نعملوهم في واحد البول، غادي نضيفوا عليهم سكر سنيده، نضيفوا عليهم شق بصاد الملحه، غنضيفوا كذلك ساشيه ديال الفاني، غادي نخلطوا كلشي مع بعضياته مزيان. ومن بعد غادي نضيفوا الزيت حتى هو. في هاد المرحلة هادي اللي نكون أنا دابا كنخلّط فيها، بغيت نعمل معكم واحد الدردشة خفيفة بالنسبة للناس المتابعين ديالي اللي كيسقسيوني، كيقولوا لي حط لينا تطبيق ديال هذا الموديل اولا كملي لينا تتمه ديال شي موديل. صراحه اسمحوا لي بزاف لان ما كنلقاش الوقت نهائيا انني نبقى نصور معكم الموديلات ديال راندا التطبيق ديالهم، حيتاش عندي واحد الظروف خاصه اللي هي ان ولدي ما بقيتش كنقدر نخدم حداه نهائيا. كتعرفوا الولد ملي يكون فواحد السن ديال انه حركي بزاف، يعني بديت كنخاف عليه، ما بقيتش كنقدر نخدم حداه الرنده عليها. ما بقيتش كنكمل معاكم، ولكن ان شاء الله غادي نرجع وغادي نعمل لكم تطبيقات اخرى الموديلات. بما لقيت شي وقيته انني نبقى نحط لكم شي تطبيق غادي نحطه ان شاء الله يا ربي، وغادي نحاول انني هذه المره ما بقاش نغبر عليكم في اليوتيوب نهائيا. في هذه المرحله هذه بحال قلت لكم بعد ما خلطت كلشي حكيت ديك الليمونه نسيت ما قلتيها لكم شي. المهم كنظن ان الفيديو شارح نفسه، يعني بلا ما نبقى الهضره بزاف بلا 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 بلا. بحال اللي قلت لكم نكمل لكم على قضيه ديال الراندا. بحال قلت لكم ما بقيتش كنخدمها نهائيا، ما بقيتش كنصور التطبيق، وفي نفس الوقت ما بقيتش كنخدمها حتى للكليان، حيت انا قلت لكم ولدي باقي صغير. بديت ما بقيتش نقدر نخدم حداه نهائيا، ما كيخلينيش والله، ما كيخليني، كنبغي نبغي نجرب ما كيخلينيش. مع أنا قلت لكم فواحد المرحله اللي حركي خصو يبقى يأدي هنا ويأدي هنا ويأدي هنا، وكتعرفوا قلب الام كتخاف عليها. قلت غادي نحاول نميك ليها واحد شويه حتى يكبر وبدا يفهم حتى هو، يعرف نقولوا لا ما تقيش ديك الحاجه، ما غاديش يبقى يقيسها ليا. وان شاء الله ونرجعوا للتطبيقات ديالنا ديال راندا، ونرجعوا ان شاء الله الخدمه ديالنا ديال راندا. صراحه توحشت نخدم انا الراندا. الحاجه اللي الخدمه مزيونه بزاف. الانسان هو انه يخدم مادام انك تخدمي غير في دارك، صراحه زوينه بزاف والله. ايوا هذه هي الدنيا، كل واحد كيف جات دابا هاد المرحله هذه. انا ولدي قبل منا كنت هاوتاني الحماله، قبل منا هاوتاني كنت الزواج، يعني كنت الله بديت في الزواج، يعني كنت كتجيني باقي صعوبات، ولكن كما كنقولوا دائما كنقولوا الحمد لله الحمد لله على ما عطانا ربي. هذه هي سنة الحياة. نرجعوا للكيكه ديالنا. ضفت داك الياغورت بحال اللي قلت لكم، ضفت هنايا داك جوج كيسان ديال السميده. حاولت انني في الاول نضيف كاس ونص باش نخلط ونشوف واش نزيد اولا نحبس. انا بالنسبه للخميره درت بحال اللي قلت لكم جوج ساشيات هما ديال الخميره من الفئات، كل وحده فيهم 8 غرام. كنخلط وفي نفس الوقت قاعيني وميزاني انا واش نزيد سميده اولا لا. هنا في هذه المرحله هذه بانت لي قلت عندي الكوك في الدار، بلاتي نزيد حتى انا الكوك، وغنضيف هنا 2 معالق ديال الكوك. اذا كانوا ضيفوهم، ما كانوش كنستغناو عليهم عادي، يعني كانت هذيك ما كانتش عاديه. كنعملوا بسبوسه ديالنا بلا الكوك، هو داك الكوك يعطي واحد المذاق زوين في هذه البسبوسه. هنايا بحال اللي كتشاهدوا عملت 2 كيسان كاملين. بان لي الخليط باقي، زدت تقريبا 4 كاس ديال السميده. بحال اللي قلت لكم هنا بانت لي انني خصني ندير الكوك في الدار، وقلت غادي نضيف له حتى هو الكوك. هما تشوفوا عاد تشاهدوه دابا غادي نضيفوه. بحال اللي قلت لكم ها هو عندي انا 2 معالق. يمكن لكم انكم تعملوا
جوج كيسان ديال سميده ونص كاس ديال كوكو. كيبقى الاختيار ديالكم نتوما. انا هنا درت فقط جوج معالق وهما اللي كانوا اصلا باقي لي، وكملت على تقريبا داك 4 كاس ديال سميده كامله اللي عملتها. فين كنخلط مزيان. بالنسبه ملي كنضيفوا الزيت خلطوا مزيان. شي الكيكه ولا اي حلوه ضروري خلطوها مزيان ملي تكونوا ما تضيفوا الزيت، حيت لان الزيت ملي كيبقى على الوجه ما كيبقاش ما كتجيش الكيكه زوينه بزاف. بحال هكا تشاهدوا خلطوا مزيان الكيكه. هنا هذا هو الصينيه اللي غادي نعمل فيها، صينيه عاديه ديال الفران. عملت لها هذا كاغ ديال الزبده، حيت ان شاء الله شريتها جديده ولقيتها كتخرج ليا من الجنب. يمكن ما شريتش كاليتي زوينه. المهم انا شريتها غير بحال هكا البسبوسه، وشريت كذلك الكالينتي غادي نشاركها معكم ان شاء الله يا ربي. اذا بغيتوني نبقى نشارك معكم بحال هاد اللعيبات هكا الكوتي وداكشي كتبوها ليا في التعاليق. هنايا كنسرح الكيكه كامله، البسبوسه كامله كنسرحها في داك المول. هنايا انا بحال قلت لكم المول كان مازال جديد عندي، اول مره هاد الصينيه كانت اول مره غادي نستعملها. كان باقي خصني نزيد المقادير العبار ديالها حيت جات رقيقه، واللي كتعجب رقيقه هذا هو العبار. انا بالنسبه لي اللي كتعجبني شويه زايده شويه، ملي كتطلع تنفخ كتعجبني تكون زايده شويه. ما هذا الشكل ديالها بالنسبه ملي دخلتها الفران. في المرحله اللي كنت كنضيف فيها السميده، المرحله اللي كنت كنضيف فيها انا السميده، كنت شعلت الفران العافيه مهيله. كملت الكيكه ديالي خلطتها كامله دخلتها الفران. تقريبا ما ملي كتكون في الصينيه بحال هكا ما كتعطلش، تقريبا نص ساعه كتكون طافيه. بالنسبه هنايا السيرو بحال اللي كتشاهدوا بحال اللي كنعملوا دائما السيرو، عندي كاس ديال الماء، جوج قطع ديال الليمون ونص كاس ديال السكر، واللي كيبغي الحلاوه كيزيدها بطبيعه الحال. نعملهم هنايا حتى يغليو مزيان الماء، حتى كيغلي داك السيرو مزيان. حيد داك جوج حبات ديال الليمون صافي، وغادي نضيف تقريبا واحد كاس عامر صغير هكا ديال الماء المزهر. كيعطيها واحد الريحه تقريبا. هي صراحه البسبوسه بلا ماء الزهر راه ماشي بسبوسه، كتعجبني بزاف ونكتر منها. غير هنايا داكشي اللي كان باقي لي قضيت بداكشي اللي عندي في الدار فقط، ما زدتش شي حاجه بزاف. هنا كنخليها كنطفي لها البوطه صافي، وكندوز مرحله انني نسقي بها البسبوسه شحال ما سقيناها شحال ما كتشرب. هنايا خليتها حتى بردات، عاد عملت السيرو سخون. اذا كنتو مجروبين عملوا السيرو قبل، خليو السيرو هو اللي يبرد والبسبوسه تكون سخونه باش كتشربها. انا هنايا كان باقي خصني نزيد نعمل السيرو زايد اكثر من هكا، ولكن ماشي مشكله، كيبقى الاختياري صافي. بالنسبه للتزويق انا غنزوقها بالكوكو بحال اللي كتشاهدوا، غنزوقها بالكوكو. وبحال اللي قلت لكم خليوها عملوا السيرو زايد، صراحه عملوا السيرو زايد، لان هي شحال ما بردات كتشرب وديك الساعه كتبقى ما كترجعش فازكه بزاف. صافي هنايا كندردش شويه ديال الكوكو، وكيبقى التزويق اختياري. يمكن لكم اذا ما كانش كوكو متوفر كتخليوها هكاك، كنعملوا لها غير شويه ديال المربى مثلا. كيبقى اختياري بالنسبه للتزويق. صافي كنستمر انا بهذه الطريقه هذه. وشوف مع نقطع، شوف الكميه اللي غادي نخرج فيها، واحد الكميه صراحه ما بها شي، اقتصاديه ديال العائله تكون كبيره. كنديروا به الكوتي يعني عائله تكون كبيره في الدار. تبارك الله هذا العبر كيجي مزيان. شوف الشكل ديالها، جربوها وردوا عليا كتبوها ليا في التعاليق. واللي اول مره كتشاهد القناه ديالي هبطي دابا وكليكي على زر الاشتراك وزر الجرس باش كيوصلك اي فيديو حطيته لك. وفي نفس الوقت كتبوا لي تعليق وشاركوا الفيديو مع اصدقاء، واللي جربت الوصفات كتبها لي في تحت في التعاليق. شوفوا بحال اللي قلت لكم هنايا عملت راه تقريبا 12 قطعه، وكل قطعه راه كبيره، يعني قطعه يمكن نقسموها على 3 على 2 ولا على 4 كاع، لان القطعه كبيره عملتها انا.
هكا نحطها مرة واحدة كنقول. شوفوا هنايا شاركتها معاكم كيفاش كتجي الصراحة، شوف رقيقة زوينة. والمذاق غندوقها معاكم هنا، يا سلام المذاق ديال داك المزهر والليمون والفاني، واحد المذاق رائع رائع. عرفتي الطبسيل كملته انا، باقي كنصورها معاكم. باقي كنصور معاكم الفيديو، كملت على داك الطبسيل كامل. عاد حطيت في الكوتي. صراحة انا عزيز عليا هاد البسبوسات بحال هاد الشكل هذا، وخصوصا ملي كيكونوا فاسكين بحال اللي قلت لكم، كيكونوا فاسكين بزاف، كيكونوا رائعين. هنا غنوصل لنهايه الفيديو. شكرا على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو فيديوهات جداد ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش تدعموني باللايك، وشكرا.